حبايبي حلوين في البيت، ازيكم عاملين ايه؟ كويسين؟ في ايه في يومك؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. انت مالك زعلانه ليه؟ هو قلبي وجعني قوي علشان مامتي. ليه مالها؟ الف سلامه ليه؟ حضرتك عارف اكل ماما الفظيع اللذيذ التحفه اللي بتعمله لنا كل يوم؟ طبعا عارفه. هي واقفه في المطبخ يا حرام، وبعدين من غير ما تاخد بالها كانت بتعمل لي بطاطس محمره تجنن تجنن. انت بتحب البطاطس؟ بحبها قوي قوي؟ بحب كل الخضار. طب هو البطاطس خضار ولا فاكهه؟ البطاطس خضار. طب هي نشويات ولا سكريات؟ انا خدت في ميس قالت لي في الحضانه ان البطاطس من النشويات. برافو عليك، كملي بقى. ايه ده، انا نسيت ماما. يبقى خلي كملنا في الموضوع اهم. ايوه بالظبط. وبعدين بقى يا دكتور، راح ماما ايديها الزيت بتاع الطاسه اللي هي كانت حطاها على النار كان سخن خالص وبيعمل كده، راح جه على ايديها بقى ايديها اتلسعت خالص، وماما قعدت تعيط تعيط. وحضرتك بقى عملتي ايه؟ اسيب مامتي في موقف زي ده؟ حضرتك عارفني اتصرفت على طول. طبعا عارفه. رحت دخلت بسرعه على الحمام، جبت معجون الاسنان بتاعي ورحت دهنت لها ايديها كلها، بس مش عارفه ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ ايديها فضلت توجعها وماما عماله بتعيط. خبر ابيض. وده انت شايفه كده صح؟ انا قلت يمكن النوع المعين بتاع معجون الاسنان ده كان مش مظبوط. كان لازم نغير معجون الاسنان. يمكن. ده رايك؟ انا بيتهيألي كده، مش عارفه. طب نقول احنا ولا تكملي انت؟ لا الحقني يا دكتور. طيب بصي، الحرق في نوعين من الحرق يا استاذه. ايه هما؟ نوع من الزيت ونوع من الميه السخنه. يا سلام. امال ايه؟ تسمعيني احسن؟ اتفضل. عشان انا بتنرفز بسرعه. صح؟ ايه يا مامي؟ لا اتفضل يا دكتور، معلش اللي ينرفزك. بصي بقى، في حرق اسمه حرق جاف، وفي حرق اسمه حرق رطب. الجاف اللي هو من النار مثلا، والرطب اللي هو الماده الكاويه. كويس؟ فاحنا عندنا الحرقين دول لو حصل الزيت مثلا من الحروق الرطبه، الحاجه السخنه الميه السخنه من الحروق الرطبه. الحروق الرطبه دي اول حاجه بنعملها ترفعي ايدك، يعني مثلا واحد اتلسع في ايده هنا كده، هي ماما اتلسعت هنا، الميه السخنه جت كده او الزيت جه كده، نرفع ايدنا لفوق ولا ننزل ايدنا لتحت؟ نعمل ايه؟ انت رايك ايه؟ مش عارفه. احنا بننزل ايدنا لتحت. ليه؟ عشان تنزل بالجاذبيه الارضيه، ما تنزلش على ايدك بقيه ايدك فتعمل لك تزود لك الحرق. يبقى اول حاجه بننزل ايدينا لايه؟ لتحت. واحد. نمره اتنين، طب لو الحرق جاف، يعني حاجه لا قدر الله ولعت كده في الايد او حاجه نار لا قدر الله، يحصل ايه؟ نرفع ايدينا لفوق ولا ننزل ايدينا لتحت؟ ايديا مختلفه؟ مش عارفه نعمل ايه. نرفع ايدينا لفوق عشان يبقى النار كده ما تزودش الالتهاب، عكس بعض، عكس الجاذبيه الارضيه. طيب خلاص حصل واتدلق بقى الزيت زي ما حصل عند ماما كده، نعمل ايه؟ نيجي تحت ميه حنفيه نفتحها ونقعد تلت ساعه. تلت ساعه تحت الميه، لا هي سخنه ولا هي اسمها ميه جاريه اللي هي بنفس درجه حراره الجو، ونسيبها على الايد كام؟ تلت ساعه. هيقلل الوجع اللي كانت ماما بتحس بيه، وهيقلل الحرق. وبعد كده ناخد مسكن، وبعد كده نروح للدكتور، لان الحرق دوت حاجات كتير وفي كلام كتير خالص. يعني مساحه الحرق قد ايه؟ لو مساحه كبيره غير مساحه صغيره، لما يكون الحرق داخل لجوه وعميق غير لما يكون سطحي. ده مين اللي يحدده؟ الدكتور. طيب لو الحرق دوت من كهرباء لا قدر الله برضه بيبقى خطير. صح. طب لو الحرق دوت واخد مكان زي الوش كده اتحرق لا قدر الله، ده برضو مكان خطير، يبقى لازم استشارة الطبيب بسرعة، لأن الدكتور بيبدأ يقول الحرق دوت حرق درجة أولى، يعني في درجات. درجة أولى بياخد المساحة السطحية من الجلد، أو درجة تانية اللي هو بياخد الجزء الوسط، الدرجة الثالثة اللي هو بياخد الجلد كله وبيوصل للأجزاء الداخلية، ده يبقى درجة أولى وتانية وتالتة. لما بيظهر بقى ليه كده على الايد، بتاخدي بالك لما حد بيتلسع او يتحرق؟ ايوه ماما عندها بالونه هنا. نشيلها ولا نسيبها؟ انا قلت لها بعد شويه فرقعها لك بدبوس. لا غلط، لان دي بتدي حمايه للجلد. يبقى دي تاني حاجه غلط انت عملتيها. يبقى نقول تاني بسرعه. اه اول حاجه نعمل ايه؟
لو احنا الحرق ده جاف نرفع ايدينا لفوق، مظبوط. لو الحرق سائل ننزل ايدينا لتحت. طيب نحط ايدينا تحت الميه تلت ساعه لغايه ما الوجع يقل خالص، وناخد مسكن وبعد كده ناخد راي الطبيب. مفيش اي دهانات خالص، ولا معجون سنان ولا معجون حلاقه ولا اي حاجه خالص. اتفقنا؟ اتفقنا مش بقى. عايزين نغلط الغلطه دي تاني. لا خلاص يا دكتور، حرمت بلحق ماما بقى اللي دراعها هيروح مني دي. بسرعه بعد اذنك يا دكتور، بعد اذنك. باي باي. حبيبتي يا ماما، حبيبتي. شبر ونص يا شبر